وبعدها الأسرة كلها بتقعد تتغدى في الحديقة، ولكن فجأة الدنيا بتمطر، فكل واحد بياخد طبقه وبيدخل البيت. وفي الوقت ده بيكون نيد بيرجع في الحمام، وبتبدأ تحصل له تشنجات غريبة، وبتشوف أخته الصغيرة اللي اسمها أنابيل، فبتنادي على أمها بصوت عالي علشان تلحق أخوها. ولما كلير بتشوف ابنها في الحالة دي بتتخطى عليه، فبتحضنه وبتطلب منه يتنفس بالراحة وما يخافش من أي حاجة لأنه هيكون كويس. وبتطلب من كيتي تجهز لها العربية بسرعة علشان ينقلوا نيت لأقرب مستشفى. وفي المستشفى بتنصدم لما الدكتور بيقول لها إن نيت عنده ورم في المخ ومحتاج إن هو يعمل شوية فحوصات تانية علشان يطمنوا عليه، ولكن كلير بترفض إن هي تكمل علاج ابنها في المستشفى دي، وبتطلب من الريسبشن يجهزوا لها طيارة هليكوبتر علشان ينقلوا فيها نيت لمستشفى في مدينة نشافيل. وفعلا المستشفى بتجهز الهليكوبتر وبيتنقل نيت على هناك، وأهله كلهم بيكونوا مرعوبين عليه ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. وبيوصل والد نيت واللي اسمه دان بعد ما عرف ان ابنه في حالة خطيرة، وبيفضل يراقب ابنه من ورا الإزاز وبيلاقيه بيتشنج بطريقة صعبة. وبعدها الدكتور بيقول لهم ان نيت مصاب بالتهاب السحايا، وده نتيجة الجراثيم اللي دخلت جسمه أثناء ما كان بيعوم في البحر، والمرض ده هو اللي سبب له التشنجات. وخطة العلاج حاليا انهم هيحاولوا يقللوا حجم الورم بقدر الامكان، وهيحاولوا يحافظوا على ضغط الدم في المستوى الطبيعي، وهيفضلوا متابعين حالته لمدة 24 ساعة علشان يشوفوا فيه تحسن ولا لا. فكلير بتسأل الدكتور لو ابنها هيكون كويس، فبتقول لها الدكتورة التانية ان ابنها حالته خطيرة جدا